بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن الميراث ومشاكل الميراث، وبيبقى سبب في انقطاع صلة الرحم. يعني النهاردة حضرتك أنت بتخاف من القاضي وما بتخافش من ربنا. فيا جماعة موضوع عدم تسليم الحصة الميراثية معروف قانونا 6 أشهر حبس، لا يقل عن 6 أشهر حبس. فليه يعني تخاف من القاضي ولا تخاف من الحكم وما تخافش من ربنا؟ هتروح فين من ربنا سبحانه وتعالى؟ فأنا بنصح يا جماعة الميراث الشرعي ربنا حلله. معنى إن أنت يا مورث تعمل عقد لابنك أو لبنتك وتحرم حد تاني، ده أكبر عذاب ليك. فحرام يا جماعة التحايل على الشرع عشان تحرم حد. إنما أنت لو أب وموجود وبتبيع ميراثك لأي حد في حالة حياتك لأي حد غريب، وفي بيع وفي قبض فلوس، وبتبيع أنت حر تبيع زي ما أنت عاوز تبيع. إنما تبيع لابنك أو لبنتك عقد ما قبضتش فيه فلوس، والناس كلها عارفة إن أنت ما قبضتش فلوس، ومعروف إن أنت بتبيع عقد صوري باطل لابنك عشان تمنع بنتك من الميراث أو تمنع أي حد من الميراث. وأنت في الآخر كده هتسلم الميراث، يعني سواء رضيت أو ما رضيتش هتسلم الحصة الميراثية لأي حد يستحق الميراث. وهذه العقود السورية هي عقود باطلة مش هتنفع. حتى لو بعت واشتريت هتخش السجن. فأنت ليه يا عم تخاف من القاضي ولا تخاف من حكم الحبس؟ طب ما تخاف من ربنا أحسن. فأنا بنصح أي حد عنده حقوق شرعية، قبل الناس بتموت، قبل ما ربنا ياخدك وتروح عنده وهتتحاسب. والناس كلها دلوقتي بتتهاون في حق ربنا وشرع ربنا، ده شرع ربنا. هو ربنا عمل الميراث ليه؟ طب النهارده لما المورث او الاب او اي حد بيبيع نصيبه لبنته ويمنع بنته التانية، لا ما هو عارف ان هي لها حق. ما هو لو مش عارف ان هي لها حق في الميراث ما كانش كتب العقد السوري وباع لابنه او لبنته عشان يمنع بنته او ابنه التاني مثلا. فانت عشان عارف ان هم هيورثهم بتعمل كده. وللاسف الشديد الورثه يقول لك احنا ملناش دعوه يا اخوي، هو بدل هو باع خلاص هو حر في بيعه. لا، اذا كنت انت بتحب ابوك ولا بتحب اخوك اللي باع ده انت تحاول تصحح الخطأ. هتروح في الفلوس بتروح وتيجي، والفلوس عمرها ما هتدوم. فانت يا ابني يعني خاف ربنا، او يا ست يلي بتمضي شهود على عقد سوري، اتقي ربنا في عيالك. والفلوس ملهاش قيمة، وفي الآخر حق ربنا هيرجع، هتنحبس وهترجع الحقوق. فخاف من ربنا أحسن ما تخاف من القاضي وتخاف من الحبس. دي رسالة بوجهها لكل الناس، مش مخصوص بيها شخص معين، عشان ما حدش يحط في دماغه حاجة معينة. أنا ماليش حاجة عند حد، ولكن بنصحكم لوجه الله: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.